بيبدأ فيلم النهاردة مع مجموعة من المقاتلين وهما بيتسلقوا جبل سري تبع مجموعة من المتمردين، بس في مجموعة بتحس بيهم. بس المقاتلين دول كانوا سريعين جدا وقدروا يخلصوا عليهم في هدوء وكملوا طريقهم. وبنعرف ان الجنود دول كانوا جنود الحرس الملكي، ووصلوا للمكان علشان ينقذوا الأمير بتاعهم من المتمردين اللي خاطفينه، وكانوا تحت قيادة الجنرال ساو اللي قدر بمهارته العالية إنه يحرر الأمير. وبدأ هو وجنوده الهجوم على جماعة المتمردين دول، وقامت معركة قوية جدا بين الفريقين. بس الجنرال ساو كان أمر باقي الجنود إنهم ياخدوا الأمير ويهربوا بسرعة من المكان، وهو هيحاول يتصدى للجنود دول. بس المشكلة بيوصل زعيم المتمردين اللي كان مقاتل قوي جدا، ودارت بينه وبين ساو معركة قوية جدا استمرت لوقت طويل. بس في النهاية قدر ساو انه يتمكن منه، وضربه ضربة قوية جدا وقعته من الجبل. واول ما الامير رجع للمعسكر بتاعه كان متعصب جدا وفضل يزعق ليوان مساعد ساو لانهم سابوه لوحده في الجبل وهربوا، وامروا انه ياخد مجموعة من القوات ويرجعوا يدوروا عليه. بس بعد شوية بيوصل ساو هو والجنرال ماو وهو مصاب. ساعتها الامير حس بسعادة كبيرة لان ساو لسه عايش وشكره كتير لانه انقذ حياته. علشان كده قرر انه يكلم الامبراطور عنه ويعينه حاكم لمدينة هوبي. بس ساو عرفه ان هو ما عملش غير الواجب، وقال له ان اخوه يوان افضل منه وهو اللي يستحق بحكم المدينة. بس الامير قال له ان يوان اخوه بالتبني بس شخص متهور، وانت انسب واحد لحكم المدينة. ويوان كان واقف وسامع الكلام ده وبيتضايق وبيمشي. بعدها بيحتفل الجنود بانتصارهم في المعركة، والقائد ساو عطى السيف بتاعه لماو هدية بسبب شجاعته. وبعدها بيروح يقعد مع يوان اللي كان قاعد حزين لوحده على البحر. فساو قال له انه هيكلم الامير انه يخليه هو حاكم المدينة لانه هيرجع لبلده مرة تانية، وهيتفرغ علشان يتعلم اسلوب الووشو القتالي ونفسه يكون اسرة سعيدة ويعيش في سلام. رغم ان يوان كان حاسس بالحزن بسبب معاملة الامير ليه، بس في النهاية تقبل الامر واتمنى التوفيق في رحلته. وتاني يوم اول ما الجنود صحوا من النوم اكتشفوا ان ساو ساب المعسكر واخد الحصان بتاعه ومشى. وبعد سنين كتير ساو اتجوز وخلف طفل، وكان متفرغ لتدريبات الووشو اللي كان بيتدرب عليها باستمرار، وقدر انه يكون اسرة سعيدة زي ما كان بيحلم زمان. وبيوصل ابوه وبيرحب بحفيده اللي كان بيحبه جدا، وبعدها بيعرف ساو ان اخوه يوان هيجي يزورهم قريب. وهنا فرح ساو جدا وطلب من مراته انها تحضر افضل النبيذ علشان لما اخوه يوصل. بس ابوه اتكلم معاه وقال له ان يوان دلوقتي حاكم كبير واكيد زيارته ليها مغزى تاني، وطلب منه يكون حذر جدا اول ما يوصل. وبنعرف من كلامهم ان ابو ساو هو اللي قتل ابو يوان زمان، وبعد كده اتكفل بتربيته هو واخته اللي هي مرات ساو، وكان خايف ان يجي اليوم ويوان يرجع ينتقم لموت ابوه منه. وبعد فترة بيوصل جيش ضخم للمدينة، وبنعرف ان الجيش ده تبع الحاكم يوان اخو ساو. وفي نفس الوقت كان ساو بيحتفل بافتتاح مدرسته لتعليم الكونج فو، وبيوصل يوان لبيت اخوه وبتستقبله اخته وبترحب بيه. وبعديها بيدخل يسلم على ابوه اللي رباه وبيهنيه علشان كان اليوم ده عيد ميلاده. فبياخدوا وبيدخلوا يتكلموا مع بعض، وبيعرفوا انه قتل ابوه زمان لانه كان يستحق القتل، ولو كان راجع علشان ينتقم فينتقم منه هو وما يعملش حاجة لساو ابنه. ساعتها يوان هاجم عليه فجأة وقال له انت قتلت ابويا وابنك سرق اختي الوحيدة، وقام مخلص عليه. وبيطلع بعد كده وهو شايل راسه وبياخد فنج ابن اخته وبيمشي. في نفس الوقت واحد من مساعدين ساو بيروح وبيبلغه ان يوان قتل ابوه، فبينطلق بسرعة للبيت. واول ما بيوصل بيتفاجئ لما بيلاقي كل الحراس مقتولين، فبيجري بسرعة علشان يشوف ابوه. بس ساعتها واحدة من مساعدين يوان بدأت تهجم عليه، بس بسبب سرعته الكبيرة قدر يتصدى لكل الأسلحة اللي حدفتها عليه وبدأ يهجم عليها. وهنا ظهر واحد تاني وبدأوا الاتنين يهجموا على ساو، وبنعرف ان دول اسمهم التوأم الحديدي ومن اقوى المقاتلين في جيش يوان. بس ساو كان محترف في الفنون القتالية وقدر يصد هجومهم بمهارة عالية، ولما ما قدروش يعملوا له حاجة اخدوا الأحصنة بتاعتهم وانطلقوا بسرعة رهيبة هربوا منه. وفي نفس الوقت كان يوان مع جنوده وبيقدم العزاء لابوه اللي رجع له حقه اخيرا بعد 18 سنة. بس بيوصل التوأم ليوان وبيبلغوه ان ساو وراهم، اللي اول ما بيوصل بيبدأ يهجم على كل الجنود اللي في طريقه علشان يوصل ليوان وينتقم منه. بس ساعتها يوان امر جنوده انها توقف القتال، فساو قال له ان ابوه كان بيعامله زي ابنه بالظبط طول السنين اللي فاتت. بس يوان عرفه انه بيكره ابوه وبيكره عيلته كلها من زمان جدا، وبدأوا الاتنين يهجموا على بعض بقوة كبيرة. وبنعرف ان يوان اتدرب طول السنين اللي فاتت وبقى مقاتل قوي جدا، والمعركة بينهم كانت قوية. بس الغريبة ان يوان ما كانش بيتأثر بضربات السيف نهائي. وهنا بيكشف يوان عن جسمه وبنعرف انه سيح على كل جسمه درع من الذهب الداكن. بس ساو ما همهوش
وكمل الهجوم عليه وقامت بينهم معركة مرة تانية. وبعد شوية يوان استخدم اسلوب قتال سري اسمه القبضات الخمسة السامة، وبنعرف انه اتدرب عليه طول السنين اللي فاتت لحد ما اتقنه بشدة، وقدر كمان انه يتمكن من ساو ووجه له اكتر من ضربة قوية جدا لحد ما كان خلاص هينهي حياته. بس بيتدخل فينج ابن ساو على اخر لحظة وبيترجى خاله انه ما يقتلش ابوه، وهنا وقف يوان القتال وطمن فينج انه مش هيقتله، بس بعديها شاله ورماه في النهر من غير اي رحمة. ولما مراته شافت كده نطت وراه علشان تحاول تنقذه، وهنا اتعصب يوان بشدة وأمر جنوده إنها تنزل تلحقها بسرعة، بس الجنود خافت فقام قتلهم كلهم، وكان متضايق عليها جدا لأنها أخته الوحيدة. وبعد شوية بنعرف إن ساو ومراته لسه عايشين، بس ساو كان فاقد الوعي ومراته قدرت تنقذه واتعلقت في خشبة لحد ما وصلت لشط النهر، وعملت نقالة من الخشب واخدت ساو وانطلقت في طريقها. وبعد شوية واثناء ما كانت طالعة الجبل ابتدت تفقد قوتها من شدة التعب، وساو فلت من ايديها وكان هيقع من على الجبل، بس بتوصل واحدة اسمها ياو وبتنقذ ساو على اخر لحظة، واخدت ساو ومراته للبيت بتاعها اللي فوق الجبل. وبنعرف ان ياو طبيبة اعشاب وقدرت تنقذ حياة ساو وعالجته من الاصابات اللي كانت عنده، وكمان خرجت جزء كبير من السم اللي كان في جسمه. وبنعرف ان ياو الوحيدة اللي عايشة في الجبل ومش بتعمل حاجة في حياتها غير انها تبيع النبيذ في السوق وتدي فلوسه للفقراء، وطول الوقت بتعمل ابحاث عن العلاج بالاعشاب. وبعديها اخدت عينة من دم ساو المسمم علشان تعمل عليها بحث، وطمنته انه هيبقى كويس لانه شخص قوي وجسمه قادر على طرد السم. ساو شكرها على اللي عملته معاه، بس اتفاجئ انه ايده اليمين مكسورة، وهنا ساو بيزعل جدا على اللي حصل له. ولما بيجي الليل وساو ومراته بيتعشوا مع بعض ما كانش عارف يشيل الطبق بايده، وهنا انهار ساو لانه ما قدرش يدافع عن ابنه واصبح شخص عاجز مش قادر حتى يشيل الطبق الصغير. ورغم ان مراته حاولت تهديه الا انه فقد الامل ودخل في حالة حزن شديدة. ومرت السنين وكانت مرات ساو بتشتغل طول الوقت علشان تقدر توفر الفلوس، وساو كان كل مادة وكل ما حالته تسوء اكتر من الاول. اما فينج ابن ساو اتربى على ايد خاله يوان الندل لحد ما اصبح شاب كبير وكان مفتقد امه بشدة، لحد ما في مرة ساو صحي من النوم وادرك ان اللي هو فيه ده مش هينفعه بحاجة، فقرر انه يرجع يتمرن زي الاول علشان يستعيد قوته ويقدر يرجع ابنه من ايد يوان الندل. وبالفعل ابتدى ساو يتدرب بشدة علشان يقوي قبضته اللي كانت ضعفت عن زمان، وابتدى مستواه يعلى تدريجيا لحد ما ايده اصبحت قوية جدا. وفي يوم من الايام وهو بيتمرن كالعادة اتفاجئ بشخص شايل واحد تاني وبيجري فوق الزرع بطريقة غريبة جدا، وهنا ساو انطلق وراهم بأقصى سرعته علشان يشوف ايه الناس الغريبة دي. وبعد شوية لقى نفسه في مكان غريب جدا والاتنين دول مستنيينه، وهنا بيعرفوه بنفسهم، والكاهن بيقول له ان الاول كان مستخبي بسبب اصابته اللي في ايده ودلوقتي ايده اتعالجت بس لسه فاقد الثقة في نفسك. بس ساو عرفه انه راجع قوي وطلب منه يبقى تابع ليه ويمرنه على اساليب القتال، بس الكاهن عرفه ان الاول لازم يتغلب على سيد الوشو علشان يبقى تابع ليه. وهنا سيد الوشو نزل يهجم على ساو بس مسكه طحنه من كتر الضرب، وساو ما قدرش يهزمه بسبب سرعة المعلم الكبيرة جدا. وفي النهاية رجع لزوجته مرة تانية وقرر انه ينتقم من يوان لانه الامل الوحيد علشان يرجع عيلته مرة تانية. ومن الوقت ده ساو بدأ يروح للمعلمين باستمرار وفضل يتقاتل مع سيد الوشو علشان مستواه في القتال يبدأ يعلى ويقدر يرجع حق عيلته. واستمرت القتالات بينهم لمدة كبيرة لحد ما ساو قدر يستعيد قوته ومستواه أصبح أعلى من الأول بكتير. وفي يوم وساو بيتعشى مع مراته والطبيبة، ساعتها الطبيبة اطمنت على دراع ساو وعرفته إنها شفيت تماما، حتى السم اختفى من جسمه بالكامل. وشكرها ساو وماشى علشان يكمل تدريباته، بس أول ما مشى الطبيبة عرفت مراته إن ساو نبضه غير منتظم وعينه محتقنة ولازم يبطل تدريباته شوية علشان ما يصابش بالجنون. ساعتها مراته عرفتها إنه كل يوم بيروح يتمرن مع الحكيم العجوز وسيد الوشو وبيرجع مصاب كل يوم، بس الطبيبة قالت لها إن مفيش أي حد عايش في الجبل غيرهم، فعرفتها إن دول أشخاص وهميين ساو اخترعهم علشان يقدر يتمرن بطريقته الخاصة. بنرجع ليوان اللي كان بيغرز إيده في العقارب والتعابين علشان يتغذى على سمهم، وضربته تصبح مميتة أكتر من الأول. وأثناء تدريبه فينج بيتسلل الأوضة الخاصة بيه وشافه وهو بيقتل واحد، وكمان كان في تعبان ضخم كان هيقتله، بس يوان جاله وزعقله بشدة
علشان أمره كتير إنه ما يدخلش عليه الأوضة بتاعته. وهنا فينج خاف جدا منه، بس يوان طمنه وقال له إن هو الشخص الوحيد اللي باقي من عيلته ومش هيسيب أي حاجة تأذيه أبدا. بنرجع لساو اللي كان بيقاتل مع سيد الوشو كالعادة، بس مراته افتكرت كلام الطبيبة إن مفيش حد غيرهم في الجبل، فراحت تشوف جوزها وهنا اكتشفت إنه بيقاتل نفسه ومفيش أي حد معاه، فرجعت للبيت بسرعة. وبعد شوية لما ساو رجع ابتدى يحكي لها إنه خلاص مقرب يهزم سيد الوشو، بس مراته سكتته وقالت له إن سيد الوشو ده مجرد وهم ومفيش حد غيرهم في الجبل. بس ساو ما اقتنعش بكلامها وطلب منها انها تثق فيه وما تقلقش عليه. وتاني يوم بيروح ساو يتمرن مع سيد الوشو كالعادة، بس المرة دي كان ساو بيقاتل بكل مهارة واسلوبه اصبح اقوى من الاول بكتير، وكمان قدر يصد كل هجمات المعلم وقدر كمان انه ينتصر عليه. وهنا سيد الوشو وقف القتال وقال لساو انه كده انهى التدريبات بتاعته ويقدر ينتقم من يوان. وبعديها طار لبعيد جدا وساو راح للحكيم العجوز وقال له ان مراته بتقول عليهم وهم، بس الحكيم قال له مش مهم، المهم انك اصبحت جاهز للانتقام. وهنا ساو هجم عليه بس اتفاجئ بيه وهو زي الدخان، فقال له كلام مراتي صح ومش عاوز اشوفكم مرة تانية. وهنا رجع لمراته وهو فرحان انه انهى التدريبات بتاعته، بس قعد يدور عليها ملقهاش واتفاجئ برسالة منها وهي بتقوله انها بقت خايفة انه يفقد عقله وما يقدروش يرجعوا ابنهم مرة تانية، وقررت تروح ليوان علشان تنقذ ابنها بنفسها. في نفس الوقت كانت وصلت ليوان القصر بتاعه وشافت ابنها اخيرا بعد سنين كتير واخدته في حضنها وهي فرحانة جدا، بس اتفاجئت انه مربوط بسلاسل في رجله. وهنا وصل يوان واتفاجئ لما شافها وكان سعيد جدا انها لسه عايشة وخلاص هيكونوا اسرة ويعيشوا مع بعض على طول. بس يانج قالت له انه حقق انتقامه من جوزها خلاص وطلبت منه انه يسيبها هي وابنها في حالهم، بس يوان رفض وقرر انهم يعيشوا مع بعض للابد. بس لحسن الحظ ساو وصل اخيرا وقدر يدخل القصر بسرعة كبيرة وهجم على كل الحراس اللي موجودة وقدر يخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما وصل التوأم الحديدي اللي قتلهم قبل كده. بس المرة دي ساو كان اتدرب بشكل كبير الفترة اللي فاتت وكان قادر يصد كل هجماتهم. في نفس الوقت يوان أمر جنوده انهم يدفنوا اخته حية في مكان سري في الغابة علشان لو جراله حاجة عيلته كلها تموت مع بعض. واول ما الحراس عرفوه انهم نفذوا المهمة خلص عليهم هما التلاتة علشان محدش يعرف مكانها نهائي. اما ساو قدر يتمكن من التوأم الحديدي وقدر يهزمهم بكل سهولة وخلص عليهم هما الاتنين وراح ليوان علشان ينتقم منه. ودارت المعركة بينهم اللي كانت قوية جدا. يوان كان عاوز يخلص على ساو علشان يكون خلص على عيلته كلها وينتقم لابوه، اما ساو كان عاوز يخلص عليه علشان ينتقم لابوه وعلى خطفه لابنه طول السنين اللي فاتت. الحرب بينهم كانت قوية جدا وفضلوا يضربوا بعض كتير جدا لحد ما كانوا هيقعوا في بير التعابين السامة، بس الاتنين بيقدروا يقفوا على اخر لحظة قبل ما يقعوا وسط التعابين وبيكملوا قتالهم العنيف لحد ما بيخرجوا من البير. وساعتها يوان قرر انه يستخدم اسلوب القبضات السامة، بس ساو غفله ولف سلاسل حديد على ايده وبدأ يتصدى لهجمات يوان القوية جدا ورد الهجوم بتاعه كمان لحد ما قدر يوجه له اكتر من ضربة وقدر في النهاية انه يخلص عليه. وهنا ابن ساو فضل يعيط وعرف ابوه ان يوان دفن امه حية في مكان محدش يعرفه غيره. واول ما ساو سمع كده جرى بسرعة علشان يدور على مراته، بس وقفوا واحد من الحراس اللي دفنوها كان لسه عايش وعرفوا انها موجودة في الغابة، فراح بسرعة هو وابنه وفضلوا يدوروا عليها لحد ما في النهاية قدروا يوصلوا لمكان الصندوق وحفروا بسرعة كبيرة علشان يلحقوها، بس للأسف وصلوا متأخر ومراته ماتت بسبب قلة الأكسجين تحت الأرض. وساو وابنه زعلوا عليها جدا، وللأسف ساو وابنه دخلوا في حالة حزن شديدة وأصبحوا مشردين في الشارع لدرجة إنهم كانوا بيقعدوا بالأيام من غير ما ياكلوا. وفي يوم وهم قاعدين في الشارع صاحب صالة قتالات كان بيرمي واحد ميت في الشارع، وده بعد ما مات في المباراة اللي كان فيها. ساعتها تلاميذه اتخانقوا معاه، بس بيعدي القائد ماو اللي كان من جنود ساو زمان، ولما عرف اللي حصل اتعصب جدا واتفق مع صاحب الصالة انه هيتحدى اقوى المقاتلين اللي عنده ولو كسب هيقفلوا الصالة نهائي. وراح عطى فلوس لابن ساو وما اخدش باله منه ومشى. ولما بيجي الليل ساو بيدخل حانة علشان يشرب النبيذ، بس لما العاملة شافته اخدت منه النبيذ وكانت عاوزة تطرده، بس هو مسكها هي والعمال التانيين ورماهم على الارض. ساعتها واحد من اللي موجودين قال له لو عاوز النبيذ تعالى، بس لما ساو طلع له معرفش ياخد منه النبيذ. والتاني كان مقاتل محترف جدا وكان بيستخدم اسلوب السكير في القتال، وساو ما قدرش يعمل معاه حاجة. بس بعد شوية ساو قدر يفهم حركاته وبدأ يستخدم نفس الاسلوب بتاعه. ساعتها المقاتل ده عرف انه مقاتل محترف
واداله ازازة النبيذ علشان يشرب براحته. في نفس الوقت صاحب المكان وصل وبيطلع هو ماو اللي بيتصدم اول ما بيشوف ساو، بس ساو اتحرج منه لانه كان الجنرال بتاعه في الجيش في يوم من الايام. وبعديها فضل ماو يفكره بنفسه وقال له انت عطيتني السيف بتاعك زمان. ماو كان مفكره نسيه، بس في الحقيقة ساو كان محرج يتكلم معاه بسبب الحالة اللي وصل لها دلوقتي. ساعتها ماو عرفه ان الاجانب بيقتلوا المقاتلين الصينيين من اجل التسلية، وهو داخل قتال معاهم بكرة ومش عارف هيعيش ولا هيموت. بس ساعتها ساو نده عليه وطلب منه يعتني بابنه لانه معاه مش هيبقى ليه مستقبل. بس فينج فضل يعيط وطلب من ابوه انه يستنى معاه. ساعتها زعقله جامد وامره انه يمشي مع ماو. بس بعد شويه فينج رفض يكمل مع ماو وقرر انه يرجع لابوه مره تانية ويحصل اللي يحصل. ولما ساو صحى من النوم ولقى ابنه جنبه غطاه من البرد ووعد نفسه انه مش هيسيبه تاني ابدا. وتاني يوم وماو رايح لحلبة القتال علشان الماتش مع الاجانب، ساو وابنه كانوا مستنيينه علشان يشجعوه. وكمان ساو عطاله السيف بتاعه مره تانية واتمنى له التوفيق في المباراة. ولما دخلوا للقتال ماو اتفاجئ بمقاتل أجنبي ضخم جدا المفروض يقتله، وابتدت المباراة. بس طبعا ماو ما قدرش يعمل حاجة مع التلاجة الكبيرة دي، والتاني مسكه يمين وشمال ورايح وجاي لحد ما كان هيقتله. بس هنا ابن ساو اتدخل ومنع المصارع، بس المصارع مسكه وكان عاوز يضربه هو كمان. وهنا ساو اخد باله وانطلق بسرعة البرق وضرب المصارع ده لكمة قوية جدا نزل على الارض ميت. ساعتها مدير الحلبة الانجليزي اتضايق جدا وطلع لساو 2 من اقوى المصارعين اللي عنده. بس ساو كان مستواه عالي جدا في القتال وقدر يهاجمهم بكل قوة، ورغم ان هم اكتر منه واضخم منه بكتير الا انه حط عليهم جامد جدا واتمكن منهم هما الاتنين. ساعتها مدير الحلبة خرج له 2 مصارعين تانيين وادى واحد من اللي مضروبين حقنة مخدرة علشان ما يحسش بالألم، وكده بقوا 3 ضد 1. بس اللي ما يعرفوش ان معلم فنون قتالية مش سهل ابدا، وكان بيهجم عليهم باسلوبه السري لحد ما تمكن منهم هما ال3 وقدر يحط عليهم جامد جدا ومحدش منهم كان قادر عليه. بس المصارع اللي اتحقن ده كان لسه بيقاوم وقدر يضرب ساو اكتر من ضربة، وفي النهاية المصارع ده رفعه وكان هيخلص عليه نهائي. بس ساو لحق نفسه وضربه اكتر من ضربة على راسه والاتنين وقعوا على الارض وهم خلصانين. ساعتها ابنه فينج اتدخل وحاول يفوقه كتير، بس ساو كان خلاص فقد كل قوته بسبب القتالات القوية اللي قام بيها، وكان قانون الحلبة ان اخر واحد يفضل في المباراة عايش هو اللي يفوز. ساو ساعتها قاوم بكل قوته وقام مرة تانية علشان يرفع راس الصينيين وفاز في المباراة، وكل الناس شجعته لانه ردوا كرامتهم مرة تانية. وبعد كده استمر ساو في التدريبات وابنه في الدراسة واصبح شخص قوي كل همه هو التدريب وبس. وبيخلص الفيلم على كده. بيبدأ فيلم النهاردة بقصة قديمة أيام الملكة كليوباترا لما كانت حاكمة مصر في وقتها، وفي يوم أنطونيو أهداها 3 بيضات مرصعين بالذهب والجواهر علشان يثبت حبه وولائه. بس أول لما ماتت كليوباترا اختفت ال3 بيضات دول ومحدش عرف مكانها، وفضلت القصة دي أسطورة ومحدش مصدقها لحد سنة 1907 لما مزارع مصري لقى بيضتين بالصدفة وهو بيحفر في منطقة الجيزة جنب الأهرامات، وبعديها البيضتين دول اتسرقوا وبعد كده اتباعوا لدول أوروبية. أما البيضة التالتة فمحدش يعرف عنها أي حاجة لحد دلوقتي. بنروح بعديها لجون وبيكون محقق شرطة وبيبقى رايح لمتحف روما وبيبقى موجود فيه بيضة كليوباترا، وده علشان جاله إخبارية إن في حرامي مشهور جدا اسمه نولان جاي المتحف النهاردة علشان يسرق البيضة دي. ولما بيدخل المتحف بيلاقي البيضة موجودة بس بيصورها بجهاز الأشعة علشان يتأكد منها، بس بيكتشف إن البيضة دي مزيفة وبيكب عليها صودا علشان يتأكد، فالبيضة بتسيح قدامه فبيتأكد إنها مش أصلية والبيضة الحقيقية اتسرقت. وبيؤمر الحراس إنهم يقفلوا أبواب المتحف بسرعة علشان يفتش كل اللي موجودين، بس نولان بيبقى موجود وبيخرج بسرعة من الباب قبل ما يتقفل، بس بيلحق جون يخرج هو كمان وبيطلع يجري وراه. بس نولان بيقدر يخرج من المتحف وبيسرق موتوسيكل وبيطلع يجري، وأول ما بيطلع جون بياخد عربية بسرعة وبيطلع يجري وراه، بس بتيجي عربية آيس كريم وبتخبط عربية جون ومش بيقدر يكمل المطاردة. وبعد يومين وشوية بيوصل نولان لبيته المنعزل اللي محدش يعرف مكانه، وأول ما بيطلع البيضة الحقيقية اللي سرقها بيتفاجئ بجون وهو قاعد مستنيه، وبتدخل الشرطة وبتقتحم المكان وبتاخد منه المحققة داس البيضة. وبيطلع نولان مجرم خطير جدا ومطلوب القبض عليه من 18 دولة علشان سرق لوحات وكنوز قيمة جدا من متاحف كتير. بس بيستغرب نولان من الشرطة انهم ازاي عرفوا مكانه، فبيقول لجون ان في حرامية مشهورة جدا اسمها بيشوب هي اللي اعترفت على مكانه لانها
حبت نفسه في السرقة وعاوزة تخلص منه بأي طريقة، علشان كده بلغت عليه وبيقبضوا عليه وبيركبوه عربية الشرطة علشان يودوه السجن. فبياخد جون البيضة وبيحطها في عربية لوحده، وبيجي يركب السواق بيقول له إن باب العربية مفتوح. فبيستغرب جون وبينزل يطمن على البيضة بس بيلاقيها، فبيقفل الباب وبيركب العربية وبيبدأوا يتحركوا. بس بنكتشف إن بيشوب سرقت البيضة الأصلية وسابت مكانها واحدة مزيفة. وتاني يوم بتيجي المحققة داس للمحقق جون وبتقول له إنهم اكتشفوا إن البيضة دي مزيفة، وبتتهم إن هو اللي بدل البيضة الأصلية بالمزيفة دي. وبتقول له كمان إن في 8 مليون دولار اتحولوا على حسابه في البنك وقت سرقة البيضة، وكده طبعا بتتأكد إنه هو اللي ورا العملية دي. بس بيحاول يقنعها إنه ملوش دخل باللي حصل وإنه ما يعرفش أي حاجة عن التحويل اللي جاله ده. بس طبعا داس مش بتصدقه وبتقبض عليه، وبعدها بيحطوه جوه سجن منعزل في دولة روسيا. وأول ما بيدخل بيتفاجئ إنه مع نولان في نفس الزنزانة اللي موجود فيها. وبعد شوية لما بيجي وقت الغداء بيبدأ نولان يتكلم معاه وبيقول له إن في ملياردير مصري عارض مبلغ 300 مليون دولار للشخص اللي هيجيب له ال3 بيضات بتوع كليوباترا، لأنه عاوز يقدمهم هدية لبنته في فرحها. وبيقول له ان البيضة التانية موجودة مع تاجر سلاح خطر جدا اسمه سوتو، وزي ما الحرامية بيشوب بلغت عني علشان تشيلني من طريقها، اكيد عملت كده كمان مع الشخصين التانيين علشان تدخلهم السجن هما كمان، علشان تبيع البيض للملياردير المصري وتاخد هي 300 مليون دولار. بس بيقول له ان البيضة التالتة مش هتعرف تلاقيها علشان هي مفقودة ومفيش حد يعرف مكانها. ولما بيخلص كلام بيطلب جون من نولان انه ما يعرفش حد من المساجين انه بيشتغل محقق في الشرطة علشان ما يقتلهوش. بس نولان طبعا بيقل معاه وبيعلي صوته وبيقول للمساجين ان نولان ده محقق في الشرطه. فبيجي واحد من المساجين وبيبدا يضربه لحد ما بتدخل الحراس وبتنقذه من تحت ايده بالعافيه، وبياخدوهم هما الاثنين لمكتب المأمور بتاع السجن لانه عاوز يتكلم معاهم. بس اول ما بيدخلوا المكتب بيتفاجئوا ببيشوب هي اللي قاعده معاهم، وبتعرف جون ان هي اللي بدلت البيضه لما كانوا بيقبضوا على نولان في الجزيره، وان هي كمان اللي حطت في حسابه 8 مليون دولار علشان تلبسه جريمه السرقه ويدخل السجن. وبتعرفه كمان ان هي عرفت مكان البيضه التانية اللي موجوده مع سوتو تاجر السلاح، بس بيبقى فاضل البيضه التالتة وبتبقى مفقوده بس محدش يعرف مكانها غير نولان، وبيبقى معاه تسجيل بصوت نولان وهو بيقول كده. وبتعرض على نولان مبلغ 50 مليون دولار لو قال لها على مكان البيضه التالتة، وكمان هتخرجه من السجن. بس نولان بيرفض لانه مش بيبقى بيثق فيها، فبتعرفه انها هتعرف مكان البيضه التالتة بطريقتها وبتسيبهم وبتمشي. ولما بيرجعوا الزنزانه بيتكلم نولان مع جون عن ماضيه في السرقه، وبيقرروا انهم يتحدوا مع بعض ويهربوا من السجن. وتاني يوم وهم في اوضه الغسيل بتاعه السجن بيحط نولان ماده كيميائيه في الغساله بتخليها تنفجر، وبيبداوا يضربوا الحراس وبيطلعوا يجروا ناحيه باب الخروج بتاع السجن. بس بيتفاجئوا ان الباب مقفول ومش هيفتح الا بالكارت اللي مع الحراس. فبيطلع نولان الكارت وبيقول لجون انه سرقه من الحارس ساعه لما المسجون اتعارك معاه. فبيفتحوا الباب بسرعه وبيهدوا الجدار بتاع السجن، وبيفضلوا يمشوا على السور بتاع السجن من بره لحد ما بيوصلوا لمكان فيه جسر بيوصلهم لطياره هليكوبتر. وبتبقى دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يهربوا بيها من المكان اللي هم فيه ده. وبيروحوا يضربوا الحارس اللي كان قاعد بيلعب في التليفون، وبيجي يتحركوا بس بيتفاجئوا بالجنود جايين بسرعه عليهم وبيبداوا يضربوا عليهم نار كتيره جدا. بس بيعطلهم جون شويه لحد ما نولان يروح للطياره وبيبدا يضرب عليهم نار لحد ما بيتمكن انه يقفل البوابه عليهم، وبيبدا يجري بسرعه للطياره. بس بيجي الضابط وبيضرب على جون قذيفه كانت هتقتله، بس بينجو جون باعجوبه وبيتفاجئ ان نولان هيسيبه ويمشي، فبيتحرك بسرعه جدا وبينط وبيلحق الطياره على اخر لحظه، وبيهربوا هما الاتنين من المكان. وبعديها بيقابل نولان واحد صاحبه وبيقول له يوصله للقصر بتاع سوتو تاجر السلاح، وده علشان يسرقوا البيضه التانية. وهم في طريقهم بيبدا يتكلم نولان مع جون وبيعرفوا ان سوتو عامل حفله تنكريه في القصر بتاعه، وبيبقى شايل البيضه اللي معاه في خزنه من التيتانيوم ومش بتفتح غير ببصمه ايده ووشه وكمان بصمه صوته. وبيبقى في رقم سري للخزنه بيتغير كل 6 دقايق، والرقم ده طبعا مش بيبقى موجود غير على تليفون سوتو الشخصي، بس بيقول له ان معاه ابلكيشن بيغير بيه شكل الوش ونبرة الصوت. وبالنسبة لبصمة ايده ممكن ياخدوها من على الكاس اللي هيشرب فيه، وكده مش بيبقى فاضل غير الموبايل بتاعه علشان يعرفوا الرقم السري، ولازم يسرقوه بأي شكل من الأشكال، وبكده هيقدروا يفتحوا الخزنة ويسرقوا البيضة بسهولة. ولما بيوصلوا للقصر بيتنكروا زي المعازيم علشان محدش يتعرف عليهم وعلشان محدش يشك فيهم. بس بيتفاجئوا ان بيشوب موجودة معاهم في الحفلة، وبيتكلم جون معاها وبيقول لها ان مش هيسيبها غير لما يقبض عليها علشان يظهر براءته من الجريمة اللي هي لفقتها له. وبعديها بيقول
يرقص معاها علشان سوتو ياخد باله منها ويجي يرقص معاها هو كمان علشان هم يقدروا يخشوا يسرقوا البيضة. وفعلا بتلفت انتباه سوتو وبيسيب الكاس اللي كان بيشرب فيه على الصينية اللي كان ماسكها نولان وبيروح علشان يرقص معاه، وبيطلب من جون انه يرقص معاها، فبيوافق جون وبيخبط فيه وهو ماشي، وبنكتشف انه سرق موبايله من غير ما سوتو يحس بيه. وفي نفس الوقت بتكون المحققة داس موجودة في الحفلة ومراقباه، وبيتحرك نولان وجون بسرعة على الخزنة اللي فيها البيضة وبيحطوا بصمة الوش والايد والرقم السري. بس قبل ما يدخلوا الخزنة بيتفاجئوا بالمحققة داس واقفة وراهم وبتهددهم بالمسدس، وبتقول له المحققة انه لو عاوز يثبت براءته يحط الكلبشات في ايد نولان ويجي معاه. بس جون بيرفض وبيضرب ايديها بيوقع المسدس، وبيدخل الخزنة هو ونولان وبيقفلوها عليهم من جوه. بس بيتفاجئوا اول لما بيخشوا لما بيلاقوا بيشوب في الخزنة من جوه، وبتعرفهم ان في باب سري في الخزنة هي دخلت منه، وبتبدأ تهجم عليهم وبتضربهم هما الاتنين، وبتحط الكلبشات في ايديهم وبتاخد البيضة وبتديها لسوتو، وبنكتشف انها كانت متفقة معاه انها تسلمهم له هما الاتنين، وده طبعا علشان يعرفوا من نولان مكان البيضة التالتة. وبياخدوهم يربطوهم هما الاتنين وبيبدأوا يعذبوا جون وبيكهربوه علشان يعترف نولان على مكان البيضة التالتة. وفعلا بيعترف نولان على مكان البيضة وبيقول لهم انها موجودة في غرفة سرية في هرم خوفو في مصر، والأوضة دي بيبقى فيها تابوت الملكة كليوباترا، والمصريين القدماء دفنوا معاها البيضة التالتة علشان ما تضيعش زي الاتنين اللي فاتوا. فبتفرح بيشوب علشان عرفت مكان البيضة التالتة وبتحتفل مع سوتو، بس بتكون حاطه له مخدر في المشروب علشان تسرق منه البيضة اللي معاه، وفعلا بتاخد البيضة وبتمشي. بس أول ما سوتو بيفوق بياخد المسدس بتاعه وبيبدأ يضرب عليهم نار وهو مش في وعيه، وكان هيموتهم هما الاتنين، بس بتيجي طلقة في الكلبشات بتاعت جون بتقطعها وبيفك نفسه وبيضرب سوتو. وبيقرر جون انه يسيب نولان ويروح يدور على بيشوب لوحده زي ما كان هيسيبه لما كانوا بيهربوا من السجن. بس بيتكلم نولان وبيقول له ان البيضة التالتة مش في مصر ولا حاجة وانه ضحك عليها، وبيقنعه انه يفكوا علشان يروح يجيبوا البيضة التالتة وساعتها يقدر يثبت براءته. فبيقتنع جون بكلامه وبيفكوا وبيبدأوا يتحركوا من المكان. بس اول ما بيخرجوا بيتفاجئوا انهم موجودين في حلبة مصارعة للتيران، وبيجي الدور ينطح جون وبيطيره، وبيطلعوا يجروا بعدها هما الاتنين لحد ما بيقدروا يخرجوا من الحلبة بأعجوبة. وبعديها بيروحوا هما الاتنين يركبوا قطر علشان يروحوا يجيبوا البيضة التالتة. بس جون بيسأله بيقول له انت ازاي عرفت مكان البيضة دي؟ فبيقول له ان والده زمان كان بيدور على البيضة هو كمان، وانه سافر لبلاد كتيرة جدا علشان يلاقيه. وفي مرة وهو في رحلته اشترى ساعة قديمة جدا بتاعت جنرال ألماني من أيام هتلر، والجنرال ده كان آخر حد شاف البيضة التالتة قبل ما تختفي. بس الغريب في الموضوع ان والد نولان كان متعلق بالساعة دي جدا لدرجة انه ممكن يضرب نولان لو جه جنبها، ووصل لمرحلة انه كره الساعة دي جدا وكسرها اول ما ابوه مات. بس اتفاجئ ساعتها ان الساعة مكتوب عليها احداثيات المكان بتاع البيضة التالتة، والاحداثيات دي بتاعت مكان مهجور في غابة في الارجنتين. وفعلا بيسافروا لهناك على طول وبيدخلوا المكان المهجور، واول ما بيدخلوا بيتفاجئوا ان المكان مليان كنوز كتيرة جدا من ايام المصريين القدماء ومن ايام هتلر. ومن ضمن الحاجات اللي موجودة كان في صندوق مكتوب عليه الملكة كليوباترا. وفعلا اول ما نولان بيفتح الصندوق بيلاقي البيضة التالتة موجودة جواه. بس بيتفاجئوا برضه لما بيلاقوا بيشوب واقفة وراهم وبتهددهم بالسلاح، وبتعرفهم انها مراقباهم من بدري وعارفة ان نولان كان بيكذب عليها لما قال لها ان البيضة التالتة موجودة في مصر، وبتهددهم بالمسدس وبتقول لنولان يديها البيضة. بس بتوصل محققة داس وبيبدأوا يضربوا نار على بعض لحد ما بياخدوا العربية وبيجروا، وبتطلع الشرطة تجري وراهم برضه لحد ما بيوصلوا لاخر النفق وبينطوا بالعربية من الشلال، والمحققة داس مش بتقدر تنط وراه. وبيطلع بعديها نولان من المية وهو معاه البيضة، بس بيتفاجئ ان جون ما طلعش لسه من المية وبيفكر انه غرق، فبيقرر يسيب البيضة وينزل يدور عليه، لكنه بيتفاجئ بيه وهو واقف على الشط. وطبعا جون مش بيبقى مصدق نفسه ان نولان ساب البيضة ونزل علشان يدور عليه. وبعديها هما الاتنين بيتكلموا وبيلاقوا بعديها بيشوب خارجة من المية، وطبعا نولان بيبقى مبسوط علشان انتصر عليها وقدر يسرق البيضة التالتة. بس بيتفاجئ لما بيعرف ان بيشوب تبقى حبيبة جون وانهم بيشتغلوا مع بعض، وعملوا عليه التمثيلية دي كلها علشان يعرفوا منه مكان البيضة التالتة. وبياخدوا منه البيضة وبيكلبشوه في الشجرة، وتاني يوم بيسافروا على القاهرة علشان يسلموا ال3 بيضات للملياردير المصري في فرح بنته، وياخدوا منه الفلوس الكتير اللي عارضها مقابل ال3 بيضات. وبعد شوية بيعرف جون بيشوب ان في 300 مليون دولار اتضافت في حسابهم. وبعديها بتوصل محققة داس وبتقبض على الملياردير المصري بتهمة حيازة آثار مسروقة. وبنروح بعديها بعد 6 شهور وبيبقى جون وبيشوب في اليخت بتاعهم، وبيتفاجئوا بنولان طالع من اليخت من جوه، وبيعرفهم انه سرب بيانات حسابهم للمحققة داس وقدرت انها تصادر ال 300 مليون دولار. وطبعا كده بقوا مع الحديدة، بس بيعرض عليهم عملية سرقة جديدة فيها فلوس كتيرة جدا تعوضهم عن ال 300 مليون دولار. وطبعا بيوافقوا، وبعديها بيروحوا هما ال3 المتحف اللوفر، وبيخلص الفيلم على كده.